صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. فزار سليمان ذات يوم، وكان احد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس ثم انصرف يا نبي الله؟ قال سليمان للوزير: ولماذا تسأل هذا السؤال ايها الوزير؟ قال له: لانني رأيته ينظر الي نظرات غريبة عجيبة. قال سليمان: انه ملك الموت. فارتعدت اعصاب الوزير وتفككت اوصاله. لماذا ينظر الي هذه النظرات؟ استحلفك بالله يا سليمان ان تأمر الريح ان تحملني الى بلاد الهند. قال سليمان: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله اذا كان قضاء الله قد حل بك؟ قال الوزير: اناشدك الله يا نبي الله ان تأمر الريح ان تذهب بي بعيدا بعيدا الى بلاد الهند. وتحت الحاح الوزير اصدر سليمان اوامره الى الرياح، فحملت الوزير الى بلاد الهند. وبعد ان وصل الى بلاد الهند جاء ملك الموت الى سليمان زائرا، وقال له: يا سليمان، لقد عبكت عندما رأيت هذا الرجل عندك في هذا المكان، لأن الله أمرني بقبض روحه في بلاد الهند. فلما رأيته جالسا عندك عبكت وقلت: يا رب، لقد أمرتني بقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في مدينة القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روحه ذهبت إلى بلاد